أهلا، نجيب لنا طاسة كبيرة ونكسر بيها بيضتين، ونضيف ربع كوب سكر وملعقة صغيرة فانيلا، ونخلطهم بالمضرب اليدوي لين يصير الخليط كلش خفيف. تعال نضيف ثلثين من الكوب حليب وملعقتين زيت، ونخلط بعد شوي. هسه ندخل فوقهم كوب ونص طحين وملعقتين كاكاو ونص ملعقة بيكنج بودر. على فكرة، إذا أول مرة تشوفون وصفاتي يفرحني وايد إذا تشتركون بالقناة، ولا تنسون اللايك وإرسال الفيديو لأصدقائكم. شوي شوي نبدي نخلط لين يصير الخليط صافي ومتجانس. إذا شفتوا الخليط زايد ضخين ضيفوه ملعقة أو ملعقتين حليب. مثل ما تشوفون هيك صار الخليط ناعم خفيف وقوامه كلش حلو. مشان هالبانكيك نحتاج مغلة سميكة مقاسها 12 سنت. لسواية البانكيك أول شي نخلي النار كلش هادية، وتالي بس مشان أول مرة ندهن المغلة بكلش قليل من الزيت. نخلي المغلة تسخن شوي ونصب بيها نص كوب من خليط البانكيك، ونخليه لين ينتفخ ويتماسك من الأطراف. بعدها نقلبها على الجهة الثانية، وبعد دقيقة نطلع البانكيك من المغلة ونخليه على جنب لين يبرد بالتمام. الآن نجيب لنا طاسة صغيرة ونحط بيها ربع كوب شوكولاتة داكنة، ونصب فوقها 3 ملاعق حليب حار، ونخليها شوي لين يذوب الشوكولات، وبعدين نخلطهم. وبالنهاية نضيف ملعقتين نوتيلا ونحرك لين يصير الصوص كلش ناعم. ومثل ما تشوفون هذا الصوص الشوكولاتة اللامع اللي ردناه. هاي الوصفة تنطينا 4 بانكيكات شوكولاتة هشة ومنفوشة، ونقدمها مع صوص الشوكولات. إن شاء الله تجربونها وتعجبكم، وبالعافية عليكم.